تفتكر انت كفرونت اند تقدر تخلص مشروع ضخم في اقل من شهر؟ تعال اقول لك ازاي. وهنا تبدا الحكايه. انت كفرونت اند تخلص مشروع في اقل من شهر؟ يلا بينا. غريبه صح؟ اول حاجه احنا في الطريقه القديمه ان احنا نبدا نصمم اليو اي وبياخد وقت مننا، وده الطبيعي جدا في اي مشروع. وبعد كده بنبدا نربطها بالاي بي اي واحده واحده ونعمل لها تيست على بوست مان، وده فعلا بيحصل. وبعد كده بقى بنبدا نشوف كل اند بوينتس نديها للاي اي. لو احنا بنشتغل بي اي ايجنت مثلا نقول له على تفاصيلها. ممكن الشخص الباك اند يكون ناسي حاجات وبتاخد وقت اول ما تفهم الاي اي ايجنت الاند بوينتس بتاخد اتريبيوتس ايه وكي ايه ومش عارف ايه، وبتطلع جيسون ايه والريكوست ايه والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. وقت طويل جدا ومجهود كبير واخطاء محتمله وستريس محتمل في اي مشروع انت بتشتغل فيه. وبعد كده بقى الطريقه الجديده اللي انا جاي اقول لك عليها المرعبه، حرفيا تكنيك مرعب هتشتغل بيه، هو انك انت هتبدا تصمم اليو اي بتاعك عادي جدا كاي شخص كودر او ديزاينر، ويب ديفلوبر او موبايل ابلكيشن ديفلوبر بيصمم من البدايه. بعد كده بيدخل بقى الباك اند يشتغل ويحلل اليو اي اللي انت مطلعه، بيبدا يطلع لك الاند بوينتس نفس اليو اي. لحد دلوقتي كده الدنيا كده كده اصلا شغاله كده. ايه رايك بقى لو خلينا الباك اند بقى يطلع ملفات ام دي عن السبرنت اللي هو بيشتغل عليه؟ في حاجه اسمها سبرنت الباك اند بيشتغل عليه. السبرنت ده بيبقى شامل كده كام فيتشر انت بتبقى شغال عليها، عشان الموضوع عنده يكون ايه متسهل كده ومتقسم بتفاصيل واضحه كده. كل الحكايه انك تقول له عايز ملف ام دي اي ايجنت عنده ويطلعه له، يبقى عباره عن اند بوينتس وريكوست داتا وريسبونس جيسون اللي هو بتاع الملفات الاند بوينت اللي هو عاملها. وبعد كده انت بتاخد الملفات دي تديها للاي اي ايجنت، يبدا انه يحللها ويشوفها وتقارنها بالفيتشرز بتاعتك. على سبيل المثال انت مثلا هتشتغل على اوثنتيكيشن فيتشر مثلا، بس هنا بتربط الاند بوينتس مع اليو اي بتلقائيا وذكاء. تعال نشوف مثلا مثال. انت مثلا هتربط مع الاوثنتيكيشن فيتشر، فانت عندك كده كده البريتي لوجر هتطلع لك بقى الداتا في البريتي لوجر كده مثلا اهي في الديباج كونسول عندك، تمام؟ فانت كده اصبحت مش محتاج لا بوست مان ولا محتاج اي تكنولوجيا او ستاك انك تست عليها الاند بوينتس، ولا محتاج اي حاجه من الحاجات دي. تعال نشوف مثال عملي سريعا. كل الموضوع انك مثلا شغال على الاوثنتيكيشن فيتشر اهي، تمام؟ تبدا تقارنها مع ملف السبرنت اللي اليو اي اللي الباك اند عطوه لك. اقصد الملفات دي انت بتديها للايجنت مع الاوث، الاتنين بيقارنوا بعض. يعني الاي اي بيقارن ده بده، وبما ان الباك اند اصلا مطلع لك الملفات مظبوطه مليون في الميه طبقا لليو اي بالتكنيك المرعب اللي انا بكلمك فيه، ففي الغالب مش هيبقى فيه اخطاء. يبقى انت كده وفرت وقت، سرعه اعلى، تقدر تخلص المشروع في اقل من وقت بكتير جدا. جوده الشغل اللي طالع على اعلى مستوى، الاخطاء تكاد تكون منعدمه حرفيا. فانت شلت من عليك ستريس، ظبطت حالك وهندلتها كده، والمشروع كده جميل. وبس انا جيت حبيت ان اكلمك عن التكنيك ده عشان انت تسهل على نفسك في الشغل، والشغل يكون اسرع والجوده تكون عاليه جدا، عكس ما كل اند وينز تقعد تشتغل على بوست مان واحده واحده. بص بقى، ملف الملفات بتاع السبرنت بتبقى هي دي الملفات، تمام؟ اديك مثال كده. مثلا ملف مثلا البيزنس لوجيك بيبقى فيه الاند بوينتس بالريكوست بالداتا مش عارف ايه كده، بيبقى فيه كل حاجه ومفصلها لك يعني. بس الموضوع بسيط جدا. وجيت اقول لك على التكنيك المرعب اللي انا بشتغل بيه ده. انا حرفيا خلصت الفيتشرز دي كلها في حوالي 5 6 ايام انتجريشن.